حلو كده. فوكس، معمول فوكس على كده. الاتزان باين كده بالعكس. اوكي let's start. سؤال النهارده عن الدروب سيتس. الدروب سيتس بكل بساطه واحد اسمه هنري اتكنز في الاربعينات فكر فيها. قال لك ايه؟ يعني نفترض انت بتعمل 20 كيلو على البنش المستقيم، حط 25، شوف هتعمل منه قد ايه؟ 3 4 عدات، جميل كده كسرت الوزن. يوم جاي مقلل شايل لاعب ال 20، بعد كده لاعب ال 15، بعد كده لاعب ال 10 كيلو، بعد كده لاعب ال 5 كيلو. طبعا عداتك بتبتدي تزيد كل ما الوزن يخف، بس بتيجي في نقطه بتبتدي تقل تاني لان العضله بتجهد. الهدف الرئيسي من الدروب سيت بيبقى غالبا انك تكسر اوزان، وعشان كده ممكن تعمله في اول كل تمرينه. يعني مثلا داخل على الفلات بنش هعمل اول 5 مجاميع دروب سيت، داخل على الانكلاين بنش اللي هو البنش المايل هعمل ايه برضه نفس الحاجه دروب سيتس. فبيبقى مفيد جدا في فكره انك تكسر اوزان وتعدي البلاتو او الثبات اللي انت فيه. هل هو ضروري؟ لا مش ضروري. انت ممكن بالتصاعدي الاسلوب الطبيعي اللي احنا كلنا بنلعب بيه اللي هو مثلا 5 10 15 20 ممكن تتبع الاسلوب ده عشان تكسر اوزان، ولكن في ناس بتفضل الدروب سيت، فكل واحد حسب مزاجه. في ابطال ما بتلعبش خالص دروب سيتس ومع ذلك اوزانها بتزيد. الموضوع كله بيرجع لحسب ذكائك في التمرين. طبعا غالبا الموضوع بيحتاج ان يبقى معاك بارتنر، معاك واحد يساعدك في التمرين، لان مش هتقعد انت تقوم جاي لافف قايم شايل الاوزان وقاعد تاني ولاعب وشايل الاوزان تاني ولاعب، لازم حد بيساعدك. المهم ان بعد ما ترمي الاوزان دي لمها. وعلى فكره في ناس بتحب تلعب دروب سيتس في اخر التمرينه، يعني مثلا هو بيكون لعب تصاعدي وطلع مثلا 20 كيلو في الفلات بنش، بعد كده قال لك ايه انا هرجع بقى تاني، يعني هيلعب ال 20 الاول، بعد كده 15، بعد كده 10، بعد كده 5. برضه دي بتحقق ماسل هايبرتروفي جامد. صراحه الدروب سيتس فكره تستاهل ان انت تجربها. مش ضروري ان انت على طول تبقى بتعملها، ولكن لما كل ما تحس ان انت مثلا علقت شويه في الاوزان ممكن تجربها مثلا لمده اسبوعين 3 تشوف ايه النتيجه اللي هتحصل لك. وانا متاكد ان انت هتستجيب لها بصوره كويسه في بعض التمارين، وفي بعض التمارين التانيه مش هتحسها قوي. جربها وشوف، يا رب تكون الفكره وصلت وفهمت ايه الدروب سيت وبتستخدمه ليه وايه فكرته اساسا، يعني هيفيدك ازاي. بس ونشكر هنري اتكنز على مساعدته لينا بالفكره العظيمه دي. والموضوع من الاربعينات يعني مش جديد، لا تفتكر ان ايه ان احنا اخترعنا الذره يعني. فبس الواحد من كتر ما يلا السلام عليكم.